أكو بعض البنات أو المشاهير اللي يطلعون بالبرامج أو اللقاءات التلفزيونية، فأثناء الحوار ينذكر فد موضوع، فالفنانة هذه أو المشهورة تبكي، تتذكر السالفة وتقوم تبكي عادي، تمسح دموعها طبيعي، يمها كلينكس أو بإيديناتها. لكن أكو نوعيات ثانية الطريقة اللي يبكون بيها ويمسحون دموعهم مدى ألقالها أي تفسير صراحةً. خلينا أمثلكم شلون، يعني مثلا أنا هسه بالبرنامج وانذكر في الموضوع راح يبكيني. أنا صراحةً هذا الموضوع ما كنت حابة أن ينذكر بالبرنامج، لأنه كلش يأثر على نفسيتي، لكن هاي صار أكثر من مرة ينطرح هذا الموضوع over and over and over، وأنا كلش بطريقة نفسيتي تعبت. فقررت بهاي حلقتكم اليوم إنه أحكي بهذا الموضوع وأسد خلاص، يعني بعد ما أقدر أحكي بيه وأتذكره. السالفة وما بيها إنه أني بوقتها من صار الموضوع ما كنت بكامل قوة العقلية، ما كنت أفكر شنو اللي راح يصير من بعد هذا الشي اللي صار. فأحب أقول لمحبيني ومتابعيني إنه لا يظلون ياخذون علي هذه الأفكار السلبية، لأن أني أحبهم، وهذه كانت خلينا نقول مثل غلطة وغلطتها وبعد ما تتكرر، يعني موضوع وانطرح بوقتها.